أهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة عن مشروع من أهم المشاريع القومية في مصر، وهو مشروع سكن لكل المصريين خمسة. المشروع اللي بيعتبر طوق نجاة للملايين من الشباب والأسر اللي بتحلم بامتلاك سكن خاص بيها. الحلم قرب يتحقق. النهاردة المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال زيارتها لمدينة العاشر من رمضان بصحبة رئيس الوزراء أكدت إن يوم الثلاث الجاي 18/3 هيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين في مشروع سكن لكل المصريين خمسة عشان يوضح موقف كل عميل من حيث نتيجة الفرز. يعني خلاص حلمك قرب يتحقق، وده جه بعد فرز 561 ألف ملف بمعدل 98.2 من إجمالي الملفات. كمان هيكون في فرصة للتظلم للعملاء اللي تم رفضهم مبدئيا خلال الفرز، يعني في أمل تاني اللي محلفهمش الحظ في المرة الأولى. إعلان سكن لكل المصريين خمسة ده شهد إقبال كبير جدا من المواطنين. تم بيع أكتر من 762 ألف كراسة شروط، وتقدم للإعلان ده حوالي 589 ألف مواطن وسددوا مقدم جدية الحجز. سكن لكل المصريين خمسة هو استمرار لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يوفر وحدات سكنية بأسعار مدعمة لمحدودي ومتوسطي الدخل. المشروع ده بيتم تنفيذه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. عدد الوحدات المطروحة في الإعلان ده كان حوالي 79 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف المدن والمحافظات، وطبعا كان لمدينة العاشر من رمضان نصيب كبير من الوحدات. طب إزاي هتستعلم عن النتيجة؟ الأمر بسيط جدا، تقدر تستعلم عن نتيجتك من خلال الهاتف الأرضي اللي هو 0900 731 7، وكمان في خطوط ساخنة 5 3 9 و5 3 7 و1188. كمان تقدر تستعلم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. مشروع سكن لكل المصريين خمسة مش مجرد مشروع سكني، ده مشروع أمل وحياة كريمة للملايين من المصريين. المشروع ده بيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة أفضل للمواطنين. في النهاية بنتمنى التوفيق لكل المتقدمين، ونتمنى أن المشروع ده يكون حقق حلم السكن لكل المصريين.